لو سألتك تعرف إيه عن الكالسيوم هتقول إنه مهم جدا للعظم، بس اللي ما تعرفوش إنه مضر جدا للقلب. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. طبعا أنت فاكر إن الضيق اللي بيحصل في الشرايين ده سببه شوية الدهون اللي على جدران الشرايين وخلاص. خليني أصلح لك المعلومة. جزء مش قليل من الناس بيعاني من ترسب الكالسيوم في جدران الشرايين، وده اللي بيكون سبب في الضيق اللي هو بيعاني منه. لا يا سيدي، الموضوع ملوش علاقة بإنك بتشرب لبن أو بتاكل منتجات ألبان كتير، فشيل النقطة دي من دماغك. الموضوع باختصار إن الكالسيوم بيلاقي الدهون والكوليسترول قاعدة في جدران الشرايين، فبتعجبه اللمة الحلوة دي وبيقرر يقعد معاها. طب إيه المشكلة؟ المشكلة إن مفيش علاج للكالسيوم اللي على جدران الشرايين، هي شويه ادويه للدهون وخلاص اللي انت اصلا بتطنشها وبتنساها كل شويه. طب ايه المشكله برضه؟ مش فاهم. المشكله بقى لو الكالسيوم ده زاد وعمل دي محتاج للتدخل، وزمان ما كناش بنعرف نتصرف في الحالات اللي زي دي، واي مريض زي ده كنا بنحوله على طول يعمل قلب مفتوح. لكن دلوقتي بقى الوضع اختلف كتير، وبقى عندنا حلول كتير بالقسطره العلاجيه نقدر نفتت بيها الكالسيوم ده ونعالجه بدون ما نضطر نلجا لعمليات القلب المفتوح. ادعي الوالد بالرحمه والمغفره، وادعي لاهالينا في فلسطين والسودان وسوريا ولبنان بالصبر والثبات، وابعت الفيديو ده لاي حد تعرفه ممكن يستفيد منه. ولو عندك اي اسئله بخصوص قسطره القلب اكتبها لي في الكومنتات. دمتم بصحه.